صباح الفل عليكم حبايبي. ربنا يجعل صباحكم زي الفل بإذن الله. أنا النهاردة بعمل فطار لأولادي، بس بحب أدلعهم قوي قوي يوم الأجازة بتاعتهم اللي هو يوم الجمعة. والله هو فطار عادي، يعني بيض وجبن وفلفل طماطم زي ما أي حد بيفطر، بس أنا حولته لأكلة تانية وإرغفة تانية خالص، شكلها جميل ولذيذ وخلطة كلها على بعضها تفتح النفس. انا عندي عيش شامي وعندي فلفل اهوت احمر على اخضر كده رومي، عندي مكعبات قوطه جامده وشايله قلبها عشان ما تخرج معايا، عندي 5 بيضات، ومعايا حوالي 8 جبنه رومي، معايا جبنه فيتا، ومعايا حبه جبنه موتزاريلا، ومعايا حبه زيتون صغيرين زي دول. ده مكونات الفطار كلها على بعضها. بس بدل ما مثلا ما اقلي بيض واحط الجبن كده جنبها او الكلام دوت، لا، انا عملت لهم التحبيشه دي كلها على بعضها. حطيت الطماطم اهيت وهحط كل الخلطة دي على بعضها. ادي الجبنة الرومي عليها، تبقى خلطة لذيذة كده وبتدي طعم ومنظر جديد على الفطار نفسه. وادي الفلفل الرومي كمان انزله عليهم. ادي الزيتون بتاعي، هم حبة صغيرين الزيتون اللي كان عندي مش كتير، وعشان ما يحدقش بس برضو الأرغفة اللي انا هعملها. وادي حتة الجبنة الموتزاريلا اللي كانت باقية عندي، مش كيس كامل ولا حاجة يعني. هي خلطة الجبن كلها على بعضها كده بتدي طعم لذيذ جدا 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 على بعضها كده كلها. طبعا انا بعملها وكل نايم دلوقتي، ما هوش حدش لسه صحي عشان يلاقوا الفطار الجديد دوت. طبعا هو تغيير في الشكل بس مش اكتر ولا اقل، وفي الطعم طبعا لما تحطي كله ده على بعضه. حطيت حوالي 3 معالق او 4 معالق من الجبنة الفيتا العادية البيضة دي. ابتدي اقلب الخليط ده كله على بعضه عشان انزل عليه البيض. البيض بتاعي ده 5 بيضات بالظبط. شوف حتى منظره، يعني منظره في قلب الطبق وهو بيختلط ببعضه كله الخليط دوت، منظره يفتح النفس بصراحة. يعني لو هيتاكل كده بالعيش برضو حلو مش وحش، بس هو حاجة جديدة ان الواحد يخلط عليه البيض، بيربط كل الخليط ده ببعضه في نفس الوقت. لما الواحد يحشيه في قلب الأرغفة كده بيبقى طعم لذيذ جدا في قلب الرغيف، وبيبقى شكل جديد على الفطار الصبح، وكأنك عملتي حاجة جديدة بالظبط ليهم. اهو كده انا قلبت الخليط كله مع بعضه اهوت، اندمج مع بعضه. وادي البيض اربه، طبعا انا ما حطيتش في البيض دوت اي ملح، لان الجبن دي كلها مع الزيتون مع هتبقى حادقه طبعا، فما احطش ملح مع البيض. حطيت حبه فلفل اسمر بس اخلط البيض بقى بالخليط ده. يبقى انا عندي الخليط دلوقتي جاهز اهوت كله على بعضه بالبيض. دي الحشوه بتاعتي اللي هعمل بيها الارغفه، وكل واحد ياخد مثلا الرغيف بتاعه مع كوبايه اهوت. بدمج البيض معاه اهوت، وما تخافوش، ما يعني زفارة البيض مش هتبان خالص خالص في الخليط دوت، لانه محطوط له فلفل اسمر طبعا. الفلفل الرومي برضو ما هيمنع زفارة البيض دي تماما، مش هتحسوا بيها خالص، والواحد بياكل الرغيف بتاعه. ممكن نعملها سندوتشات انصاص، ممكن يرباع، ممكن الرغيف كله كامل كده زي الحواوشي، زي ما تحبوا تعملوه.
خلاص هو جاهز كده على الحشو بقى. انا عندي رغيف شامي اهوت، خدت اول واحد فتحته وهبتدي احشيه من جوه زي ما بحشي الحواوشي بالظبط. اوزع كده الخليط دوت جوه الرغيف، بملى بيه الرغيف كله. طبعا البيض دوت اول ما العيش ده هيتحط على النار شيء طبيعي هيبتدي يستوي جوه ويربط لي الخليط ده كله ببعضه. وطبعا ما زودوش قوي عشان ما يبقاش حادق، يعني ما كترش الخليط قوي، يا دوب املى بس الرغيف كده. اديني جبت نص رغيف بلدي اهوت، عشان ممكن يتعمل بالبلدي وممكن يتعمل بالشامي، اللي يحب شامي ياخد واللي يحب بلدي ياخد. في ناس هاوية العيش الشامي وفي ناس بتحب طعم العيش البلدي. اهوت بملاه اهوت. بس هو في حتة فاضية في النص رغيف لازم عايزة تتملى اهيت. بس كده احشي بقية الارغفة برضو، والانصاص البلدي اللي انا عاملاها برضو بنفس الصورة اللي انا عملت بيها دول. حاجة سهلة وبسيطة وما خدتش مني اي وقت، وفي نفس الوقت حاجة تفتح النفس بصراحة الصبح، وتغيير التغيير جميل في كل حاجة، كمنظر جديد وشكل جديد للفطار، بدل ما احط طبق البيض لوحده وطبق الجبنة الرومي لوحدها وطبق الجبنة البيضاء لوحدها وكل يقعد ياكل مثلا هو البيض المقلي. هو لا، كسرنا الروتين دوت وعملنا حاجة جديدة تفتح نفسه. زي ما انا جيت كده هوت في الحواوشي اللي عملته في طاسة، اجيب نفس الطاسة الكبيرة بتاعتي واحط فيها الرغيف اهوت من غير ما احط اي مادة دهنية ولا حاجة، لان هو مش محتاج مادة دهنية يعني. هو بيستوي، هو يدوب سوي البيض بس والعيش بيحمر خفيف اهوت. بصوا العيش الشامي منظره جميل ازاي، يفتح النفس. وهو طبعا هو سخن مولع جامد يعني، وانا مش قادرة امسكه خالص. وبوريهولكوا اهوت من جوه، شوفوا شكله جميل ازاي ومستوي ظهره ووشه جميل، لونه احمر وطعمه جميل.